والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. في هذه الأمسية المباركة من ليلة 7 من رمضان نتكلم عن إمام من الأئمة الصالحين الذي له تأثير كبير في البصرة، وهو سفيان الثوري رحمة الله عليه. تكلمنا البارحة عن رابعة العدوية، اليوم نتكلم عن الإمام سفيان الثوري. وسفيان الثوري رحمة الله عليه يعني هو من التابعين ومن أمير المؤمنين بالحديث، بس أصلا مو من البصرة، أصلا منين؟ هو عراقي، بس مو من البصرة، من الكوفة. ولد سنة 95 هجرية. اسمه سفيان ابن سعيد ابن سعيد، يعني سعيد ابن سعيد ابن مسروق ابن حبيب، ينتهي نسبه إلى الثوري. كان عالما فقيها وسمي أمير المؤمنين بالحديث. ولد في الكوفة وله تأثير كبير. فكان بيد أبو منصور العباسي الخلافة، فضغط على أبو حنيفة. يعني كل عالم وكل إمام جليل يعني ما عاش يعني يتهنى، لازم. دخل أبو حنيفة إلى السجن، ومن دخله إلى السجن توفي في السجن. يعني مو يعني شوف، إمام الأمة إمام الفقيه الأكبر أبو حنيفة توفي في السجن. لماذا سجنه؟ قال له أنت تصير قضاة المسلمين. قال له ما أصير. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من ولي في القضاء فقد ذبح بغير سكين. أنت تصير قاضي بين الناس، ذبحت أنت بدون ما تذبح بسكين. ليش؟ يا إما تميل إلى هذا أو يعني خشية تميل إلى هذا. فيعني فما كان يرضى أبو حنيفة رحمة الله عليه أن يكون قاضي قضاة المسلمين. لكن مات أبو حنيفة في السجن، قال ما عندي غير سفيان الثوري. وإمام سفيان الثوري أولاده يعني بناته ماتوا بحياته. يعني هو عاش لكن توفي، ما عنده بنات، بس عنده بنية سماها فاطمة على فاطمة الزهراء. فكان يعلمها وفقهها في الدين. في يوم من الأيام شوف سفيان الثوري جاي يدرس طلابه، قال: وين فلان؟ قال: والله اليوم حزين فلان، هاليوم ماتت مرته، عنده مرته شابة توفت. فقام سفيان الثوري رحمة الله عليه، طبعا جاء الخبر الخليفة خاطب بنته، قال: أنا أريد الفاطمة لابن الخليفة. ابن ما يرضى تصير بنته زوجة ابن الخليفة، هو ما كان يرضى. يعني اكو واحد يرضى يفرح ابن الخليفة راح يصير نسيبه، لكن ما رضى. فراى الى هذا طالب العلم عنده شاطر، طرق الباب عليه، شافه حزين، قال: ماني اراك حزين. قال: يا امام، اما ترى ما وصلت الى هذا الحال؟ ما ترى انه مرتي توفت وانا حزين واحبها؟ بعد الانسان اذا زوجته يحبها ويريدها، فعندما تموت زوجتك الله يعني يصيبه بالحزن، يعني حياته تتدمر، لان مرته وعياله عرفتهم عاش وياها قايم وياها، هذه العشره يعني. فقال: ألا أزوجك ابنتي؟ فسكت. فإذا به جايب يا بنته وياه، يعني مقرر أن يزوج بنته إلى هذا القرن. فدفعها إليه وعقد وقعد وتم العقد عليها.
بيشعروا شو ثم خرج. فإذا به يعني انصدم، هاي البنية خطبها ابن الخليفة وما انطاها، جت لي أنا بدون ذاك، بدون تعب، بدون أي شيء، جت جالسة مدهشة ما صدق.